سنة 1942 تم اختراع أول حاسوب إلكتروني رقمي، وده كان في جامعة ايوا الأمريكية. وفي ناس تانية بتقول لا، ده تم اختراعه قبل كده وفي مكان قبل كده وفي زمان قبل كده، فاحنا مالناش دعوة بكل. كل اللي أنا عايز أقوله لك إن أول ما جهاز الكمبيوتر طلع للنور، الحياة حرفيا انقلبت رأسا على عقب. ومن هنا يا صديقي الجميل كانت البداية. في الثورة الزراعية الشخص الشاطر واللي عارف يستثمر فلوس صح هو اللي كان بيرجع للزراعة، ومع وجود الثورة الصناعية في القرن العشرين بدأ الناس تتجه للمصانع، فكان الشخص الذكي والشخص الغني والشخص اللي معاه فلوس كتير جدا هو أكتر شخص مهتم بالصناعة واللي عنده مصانع كتير. ولكن في حلول القرن الواحد وعشرين الموضوع اختلف تماما. الموضوع اتجه ناحية الكمبيوتر والبرمجة والعالم الرقمي. ولو انت كده بصيت على اغنى 10 اشخاص في العالم هتلاقيهم قدروا ان هم يسخروا الكمبيوتر او البرمجة، او بمعنى اصح قدروا يستخدموا التكنولوجيا في البيزنس بتاعهم، وهو ده فعلا اللي هم قدروا يعملوه صح. ومع بداية التطور التكنولوجي الملحوظ ومع بداية البرمجة وبداية كل الكلام ده طلع حاجة اسمها برمجة الويب. فايه هي برمجة الويب؟ ولو انا عايز اتعلمها واقدر اكسب فلوس منها ازاي اشتغل فيها؟ وايه الحاجات اللي انا لازم اعرفها قبل ما اخش اصلا اتاسس فيها؟ وهل هي فيها اكتر من قسم ولا هو قسم واحد بس المفروض اتعلمه؟ وايه اهم النصائح اللي انت لازم تاخد بالك منها لو انت فعلا عايز تخش برمجة الويب او عاوز تبقى ويب ديفلوبر؟ كل الكلام ده هجاوبك عنه في الفيديو ده. اهلا بيك يا صديقي الجميل، انا عبد الله محمد ودي قناه سكريبتال. في البدايه كده هو يعني ايه اصلا برمجه الويب؟ برمجه الويب يا صديقي الجميل هي انشاء وتطوير مواقع الانترنت وتطبيقات الويب. وتعالى بقى دلوقتي نتعرف على اساسيات برمجه الويب وايه اللي انت لازم تكون عارفه علشان تبدا بطريقه صحيحه. في حاجتين لازم تكون عارفهم. الحاجه الاولى الا وهي ايه هي اصلا اساسيات برمجه الويب. اساسيات برمجه الويب اللي انا اقول لك باختصار شديد، ركز في كلمه باختصار ديت. فاساسيات برمجه الويب هم 3 حاجات: HTML CSS جافا سكريبت. HTML لا لها هايبرتكست مارك اب لانجوج. السي اس اس هي كلمه غريبه كده ولكن هقولها لكم، هي الكاسكادنج ستايل شيتس. ورقم 3 معروفه جدا الا وهي الجي اس او الجافا سكريبت. الحاجه الثانيه لازم تكون عارفها بعد ما عرفت اساسيات برمجه الويب الا وهي ان الويب مش مجرد حاجه واحده. الويب بيعتبر حاجتين او قسمين: فرونت اند وباك اند. فرونت اند هو اللي بيعمل كل حاجه انت هتشوفها بعينك زي ما هنشرح كمان شويه، والباك اند هو اللي بيعمل الحاجات اللي نقدر نقول ان هي خلف الكواليس، يعني الحاجات اللي احنا ما نقدرش نشوفها بعيننا ولكن بنتعامل معاها عن طريق واجهه المستخدم اللي بيعملها مين؟ الفرونت اند. طيب احنا كده عرفنا ملخص بسيط عن الموضوع كله. تعال بقى نبدا في الجزء المهم الا وهو انك ازاي تبدا في برمجه الويب. خلينا نقول ان احنا نقسمهم لخطوات متعدده عشان نعرف ازاي نبدا، ولكن لو قلنا ان هم هيكونوا خطوات اساسيه فاحنا هنقول ان هم 5 خطوات اساسيه لابد منهم. اول حاجه لازم تكون محدد هدفك والمهاره اللي انت عايز تتعلمها، وبعد ما تحدد هدفك وتعرف خلاص المهاره اللي انت عايز تتعلمها تبدا بقى تتعلم الاساسيات، تبدا تتعلم الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هم ايه؟ اللي هم ال HTML CSS جافا سكريبت. طب ال3 حاجات دولت اصلا هيفيدوني في ايه؟ ال HTML هتساعدك في تنسيق وترتيب المحتوى على صفحات الويب. ال CSS هتساعدك في تنظيم وتصميم المظهر الخارجي للصفحات. اما الجافا سكريبت فهي هتكون اضافه تفاعليه وديناميكيه للموقع بتاعك. طيب بعد ما عرفنا ال3 حاجات اللي احنا المفروض نتعلمهم ونبدا بيهم، نتعلمهم منين او ايه الخطوه رقم 3؟ كده الخطوه الاولى ان احنا حددنا هدفنا. الخطوه الثانيه ان احنا عرفنا ان في 3 حاجات لازم نتعلمهم الا هو ال HTML CSS جافا سكريبت، وعرفنا كل واحده فيهم بتعمل ايه بالظبط. والحاجه الثالثه بقى هي انك تستخدم مصادر تعليميه موثوقه. خلينا اكون صريح معاك، في البدايه موضوع التعلم ما كانش احسن حاجه، كان الموضوع صعب جدا وكان فعلا بياخد مجهود كبير. اشرب بس عشان الفجر هيأذن. وعشان نكون صريحين مع بعض، ففي البدايه المصادر كانت قليله جدا وكان من النادر انك تلاقي حاجه تتعلم منها، ولكن مع التطور اللي احنا وصلنا له فبقى دلوقتي في مصادر كتير جدا متعدده. ولكن انا انصحك نصيحه شخصيه صديقي جميل، فافضل حد بيشرح محتوى الويب في الوطن العربي بصراحه هو الباشمهندس اسامه زيرو، والقناه بتاعته اسمها الويب زيرو سكول، واللي برضه هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو تحت. فكده الخطوه رقم 3 الا وهي انك تستخدم مصادر موثوقه للتعلم، زي الدورات اللي موجوده على الانترنت، زي الكتب والمقالات، وزي المنتديات والمجتمعات التقنيه. وركز في المجتمعات التقنيه دي عشان وجودك وسط ناس مهتمه بالحاجه اللي انت مهتم بيها ده يساعدك كتير جدا. رقم 4 واللي انا بشوفها الصراحه من اهم النقاط اللي انت لازم تركز عليها، واللي من وجهه نظري الشخصيه ان كل اللي فات ده مش مهم لو انت ما ركزتش فيه بالذات، الا وهي العمل على مشاريع شخصيه وتطبيق المهارات المكتسبه. لو انت ما اشتغلتش بايدك، لو انت ما طبقتش على اللي انت بتتعلمه، فكل اللي فات ده ملوش اي لازمه مهما ذاكرت ومهما عملت. فانت لو ما طبقتش بايدك صدقني عمليه التعلم بتاعتك هتكون بطيئه جدا وهتكون عرض اكتر ان انت تنسى كل حاجه. رقم 5 بقى، هل انت مايل للفرونت اند اكتر ولا انت مايل للباك اند؟ وشوف انت تختار اني واحد فيهم وابدا كمل فيه. ودلوقتي يا صديقي الجميل احنا وصلنا لاخر جزء من الفيديو الا هو بعض النصائح اللي انا حابب اشاركها معاك لو انت عاوز تبدا في برمجه الويب. اول حاجه واهم حاجه عشان كده انا بدات بيها الا وهي كن صبورا. لازم يكون عندك صبر. الموضوع مش هتتعلم النهارده هتشتغل بكره. في ناس بتبقى عايزه تبدا تتعلم النهارده وتشتغل السنه اللي فاتت. مفيش يا جماعه الكلام ده. برمجه الويب فعلا بتاخد وقت كبير جدا، ولكن لو انت فعلا استمريت وبدات انك تطبق بايدك هتبدا تتقدم بشكل حلو وهتكون مبسوط من النتائج اللي انت بتوصل لها. وده ياخدنا للنصيحه الثانيه الا وهي
التطبيق. الممارسه يا صديقي الجميل هي الحلقه الناقصه في اي حاجه في الحياه. هرجع اقول لك تاني، طول ما انت ما بتطبقش فانت مش هتستفيد الاستفاده القصوى. لازم تركز قوي في انك تطبق، لازم تركز قوي في انك تمارس الحاجه اللي انت تتعلمها اول باول علشان تقدر تبني نفسك صح. طب انت هتقول لي دلوقتي طب انا هطبق على ايه؟ ما انا معيش شغل، ما انا لسه ما يجيليش شغل، ما انا لسه ببدا. طبقها على مشاريع شخصيه لنفسك. شوف اي موقع وحاول انك تبدا تقلده. اهم حاجه تشتغل بايدك، اهم حاجه تطلق العنان لنفسك ولتفكيرك في انك تستفيد بالحاجات اللي انت اتعلمتها في انك تطبق بايدك. رقم 3، وشد خط بقى تحت النقطه ديت لانها مهمه جدا، الا وهي ما تخافش من انك تغلط. لا تخف من الاخطاء. خد بالك ان الخطا ده اصلا جزء طبيعي من عمليه التعلم، فانت كده كده هتغلط. محدش بيقفل الامتحان من اول مره يا صديقي الجميل. وصدقني ما تتكسفش لو انت غلطت في حاجه. حاول تسال اي حد، اسال الناس اللي انت شايفها فعلا ممكن تفيدك، اسال اقرب الاقربين ليك، اسال الشخص انت تتعلم معاه. ولكن اوعى تتكسف من انك تغلط، واوعى تقف عند غلطك وما تكملش. اسال عشان تلاقي اجابه. النصيحة الخامسة والأخيرة، حاول تستفيد بقدر الإمكان من الأدوات المتاحة ليك. يعني احنا عارفين دلوقتي في بحور من المواد التعليمية اللي انت ممكن تلاقيها على اليوتيوب. ده أبسط حاجة، ده غير طبعا يودمي وكورسيرا وكل المنصات التانية. اليوتيوب لو هنفترض ان هو الأداة المجانية دلوقتي، هتلاقي فعلا عليها بحور، هتلاقي في مواقع كتير جدا بتحط لك دوكيومنتس وبي دي افس هتفيدك كتير جدا. فانت حاول تستفيد بقدر الإمكان من الموارد المتاحة ليك حاليا. وبس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو النهارده، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لك الفكرة ماشيه ازاي والطريق اللي انت تمشي عليه. وهسيبك برضه في الديسكربشن بتاع اليوتيوب شويه حاجات كده مهمه جدا تاخد بالك منها وتقراها او تسمعها او فيديوهات لو انت فعلا عايز تخش المجال ده. وهسيب لكم برضه قناه الباشمهندس اسامه زيرو في كومنتات تحت. وكالعاده لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل وتعمل سبسكرايب وتفعل زر النوتيفيكيشن عشان يجي لك كل جديد. كان معاكم عبد الله محمد، اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامه.